بص بطرف عينيه هتيجي في الريبلاي الثاني مش الاولاني. دومينيك وهي بتتلعب له بتاعت اسامه. نعم. في لقطه ثانيه من كاميرا اقرب لوش دومينيك قبل ما تجيله الكوره. وهنا طبعا اللعيب، واحنا دايما بنقول سواء في كرات عرضيه او في اي تمريره ان يبقى عنده رؤيه علشان يقدر يعرف هيلعبها ازاي. اعتقد انها هتيجي. انا شايف ان دومينيك الحقيقه متالق فعلا، بيقدر يتحرك تحركات ايجابيه، بيقدر يطلب الكوره، بيجبر اللعيب انه بيطلب الكوره لان هو في لحظه بيبقى متحرر. يمكن هي دي بس ما جاتش. هتلاقي الكوره قبل ما تيجي لدومينيك بص على اسامه شايفه فحطها له ثرو باس، واسامه عامل التحرك اللي احنا بنقول عليه اللي هو التحرك هي دي. اسامه حسني عمل تحرك طبعا من غير كوره رائع، لان هو اولا حط في نفسه في موقع ما ينفعش يبقى متسلل، يعني التايمنج بتاعه مظبوط، وقدر ان هو هي دي. هتلاقي هنا دومينيك بيرفع وهي الكوره لسه مش تحت رجله، هتلاقيه باص كان على اسامه علشان يشوف يحطها له فين. دومينيك الحقيقه بيعبر عن نفسه كويس. الايجابيه اللي الدكتور طه اتكلم عليها الحقيقه انا بتفق 100%. الايجابيه اللي انا شايفها دي نتيجه عن ان جوزيه مثبت بنسبه 90% اللعيبه اللي لعبت الاربع ماتشات لغايه دلوقتي. ده شيء ايجابي جدا، وده كان بينقص النادي الاهلي في السنين اللي فاتت سواء السنه اللي فاتت او اللي قبلها، ان كان النادي الاهلي مش مثبت 11، والتثبيت ده مطلوب ان اللعيبه ال11 يلعبوا مباريات كتير، يبقى في هارموني بينهم وبين بعض. فده بيدي نوع في اوقات من غير ما يتفقوا، من غير ما تبقى في تعليمات من جوزيه، اللعيبه هي اللي بتنفذ من كتر الانسجام بالظبط. فده شيء ايجابي جدا، واتمنى ان حتى ماتش اللي جاي الودي في السعوديه، او اذا في ماتش قبل ماتش سوبر سبورت يتم تثبيت الشكل ده. الشكل ده بيأدي كويس. التحذير اللي حذرت منه قبل المباراه في الاداء الدفاعي من حيث الرقابه، من حيث الضغط، دي جزء لثلاثي المدافعين. ويمكن اخر واحده اللي جه منها ضربه حره في الدقيقه 41 الثلاث لعيبه بتوع المدافعين بتوع النادي الاهلي وسط لاعب من المقاصه وهو اللي استلم. طبعا ده مرفوض ان يحصل حاجه، يا ريت نشوفها، لان ما ينفعش. وانا دايما بحذر ان انا في الاداء الهجومي ببقى ايجابي وبجيب اجوال ويبقى عندي فرص عشان اعلي رصيدي من المباراه الاولى، لكن بحذر ان مفيش تهاون في غلطه واحده، لان غلطه واحده ممكن تسبب لضربه حره او ضربه جزاء او خطا يجي منه جول، يقوم النتيجه تبقى مش ايجابيه 100% في المباراه الاولى اللي في مصر. الاستقبال على سيدي هنا دومينيك بيعبر يا دكتور بيعبر عن نفسه بمهارات متعدده، سواء في التمرير او في الاستلام او في الدريبل. انا بعتبر الجول اللي جابه دومينيك الدريبلينج اللي عمله بالكوره 4-5 مرات والكوره تحت رجله وعينيه مرفوعه، يعني نموذجي في الجري بالكوره لغايه ما وصل للحظه اللي يقرر يسدد فيها في وش رجله بتكنيك مظبوط، وهو على خط ال 18 مرعب. ده التايمنج اللي يشوط منه، هو مرعب على خط ال 18 قبل ما الباك يقفل عليه. فالحقيقه دومينيك يعني اتمنى ان هو يكمل بالاداء الممتع ده، لان هو ممتع في ادائه كمان في اللمحات الفنيه اللي هو بيأديها. الخوف بس في الشوط الثاني ان الاستفاده تقل شويه بالتغييرات الكتير. تمام. فاتمنى ان التغييرات ما تكونش. وفي نقطه مهمه جدا صغيره جدا، النادي الاهلي بيلعب بتاكتكس على اذا كان هناك زحمه في نص الملعب وهمس